السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا النهارده معانا تحديث واتساب اي ار الترا بمميزات جمدان لاول مرة، فكل اللي عليك تركز معايا وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على الشرح. طبعا اول خطوة اللي هي تدخل طبعا على متجر بلاي، وبعد كده تضغط على الحرف بتاعك اللي فوق، وبعد كده تضغط بلاي للحماية، وبعدين تضغط على الترس اللي فوق دوت ولا الزرارين دول لو متفعلين لو شكلهم ازرق كده بتلغيهم، ما تخليهمش متفعلين عشان ما يظهرلكش مشكلة التطبيق ليس مثبتا. ثانيا بقى ده شرح النسخة بتاعتنا اللي هو اي ار الترا. طبعا هندخل على النسخة كده. طبعا النسخة حرفيا بتفتح معانا اقسم بالله بشكل جمدان لأول مرة حرفيا. طبعا عندك هنا الدردشات، وعندك هنا طبعا المجموعات، عندك هنا التحديثات والمكالمات والمجتمعات، عندك هنا طبعا الشتات، عندك هنا طبعا اللي هي الاعدادات بقى بتاعتنا، الاضافات الخصوصية، الرسالة الجماعية والرد التلقائي، والرسالة المميزة بنجمة، وربط الجهاز والبيانات والإضافات والإعدادات. وطبعا عندك هنا طبعا تاني حاجة اللي هي إخفاء الشتات. طبعا لو أنت عايز تخفي أي شات محدش يشوفه، يفتح الواتس محدش يشوفه، بتقدر تخفيه بتقدر تخفيه من خلال الواتس. عندك هنا طبعا إضافة ميزة أكتر من حساب، وعندك هنا طبعا وضع الطيران، وعندك هنا طبعا الوضع الليلي، وعندك هنا أيقونة الشبح، وعندك هنا طبعا الحساب. والتلات نقط دول اللي هي الخصوصية والتحديثات والإضافات الAR وجدولة الرسائل والرد التلقائي وإعادة تشغيل وتشغيل الواتساب ورسالة رقم غير محفوظ ورسالة جماعية والإعدادات ومجتمع جديد وقراءة الكل. عندك هنا طبعا رسالة رقم غير محفوظ ديت ما تستخدمهاش كتير لأن هي اللي بتسبب في حظر أرقام، يعني دي اللي بتخلي الرقم يتحظر، إنك تستخدمها كتير تلاقي الرقم بتاعك طار على طول. طبعا عندك هنا طبعا الغير مقروءة، وعندك هنا طبعا تقدر تضيف أي مثلا الأصدقاء أو أي حاجة وتقدر تحط فيهم اللي أنت عايزه. عندك مثلا تعالى كده ندخل على شكل الشات ونشوف الشات والإضافات اللي فيه، يعني حاجة أقسم بالله طرش. طبعا ده شكل الشات. طبعا التلات نقط دولت اللي هي البحث والإضافة القائمة ورابط التواصل المباشر. عندك هنا طبعا لينك شات، وعندك هنا طبعا تقدر تغير صوتك، وعندك هنا طبعا البحث في المتصفح ومسح الإيموجي وقفل المحادثة. وعندك هنا طبعا عندك هنا طبعا الإيمو أيفون أهو زي ما أنت شايف. طبعا الإيمو أقسم بالله أيفون اهو. طبعا الميزة دي ناس كتير بتحبها. عندك طبعا هنا اللي هي اللايك والقلب والكلام ده كله. عندك مثلا لو رجعنا خطوة لورا كده ودخلت مثلا على الإضافات ال AR، عندك بتلاقي الواجهة العظمة دي. عندك هنا طبعا الحماية والخصوصية، عندك هنا طبعا إخفاء آخر ظهور، تجاوز المشاهدة لمرة واحدة، إخفاء أن الرسالة محولة، إخفاء عدد الرسائل من يستطيع الاتصال بيه والخصوصية. وعندك هنا طبعا إخفاء خيارات الخصوصية، إخفاء خيارات التحديث، إخفاء القنوات، تفعيل ستايل الحالات الجديد. عندك هنا طبعا تقدر تفعل. عندك هنا طبعا إخفاء مشاهدة الحالات، منع حذف الحالات، إخفاء زر إعادة نشر الحالات، إخفاء زر تحميل الحالة. عندك هنا طبعا تقدر تنزل أي حالة. عندك هنا طبعا مسح حذف الرسائل ذاتية الاختفاء، يعني مثلا لو حد مفعل إن الرسائل تختفي بعد يوم، عندك أنت مش بتختفي أول ما تفعل الزرار ده. عندك هنا طبعا إظهار الرسالة المعدلة، منع حذف الرسائل، الحذف لدى الجميع، إظهار تاريخ الرسالة. وطبعا عندك الإضافات دي كلنا عارفينها. عندك هنا طبعا السمات، عندك هنا طبعا إظهار تفعيل السيم للوضع الليلي. عندك هنا طبعا تقدر تحط أي سمات. وعندك هنا طبعا تطبيق سيم من ملف. عندك هنا طبعا حفظ السيم، عندك هنا طبعا تقدر تستعيد أي سيم أنت نزلته ومسحته. عندك هنا طبعا إعادة ضبط السمات، وعندك هنا حذف جميع السمات المخزنة. عندك هنا مثلا الإعدادات العامة، عندك هنا طبعا الألوان ولون الخط في الشريط العلوي والخلفية وخلفية القائمة والشريط الإشعارات والبارز السفلي. عندك هنا طبعا الستايل والشكل. عندك هنا طبعا تغيير نوع الإيموجي. عندك هنا طبعا اللي هي تاني واحدة الآي أو إس نيو 2025، ده طبعا اللي هي الإيمو الأيفون. عندك هنا طبعا تقدر تختار أي إيمو أنت عايزه. وعندك هنا طبعا تغيير أيقونة التطبيق، يعني مثلا التطبيق الخلفية بتاعتي مش عاجباك تقدر تحط أي خلفية من دولت، مفيش أي مشكلة. عندك هنا طبعا تغيير أيقونة الإشعارات، وعندك هنا طبعا تغيير نوع الخط، تقدر تختار طبعا خط الأيفون، طبعا حاجة ترجع لك. عندك هنا طبعا تقدر تحمل أي خط. وعندك خد أول رقمين من الباسورد اللي هما يكونوا 20، أول رقمين من الباسورد يكونوا 20 عشان ما تكتبليش في التعليقات أو الباسورد كام والكلام ده كله. ويا ريت فضلا منكم يعني محدش يكتب الباسورد في التعليقات، يعني أنت مش هتخسر حاجة لما تسمع الفيديو، هو كله أصلا الفيديو 5 دقايق. عندك هنا طبعا النسخ الاحتياطي، وعندك هنا طبعا الإعدادات، لغة التطبيق ولغة الجهاز، وعندك هنا طبعا إضافات ال AR. عندك هنا طبعا مكافحة الفيروسات، عندك هنا فيروس الصورة، تأخر الصفحة الرئيسية. عندك هنا طبعا قراءة المزيد، عندك نزالة تسمية الوسائط، فيروس الموقع وفيروس الويب وفيروس المستند
وإزالة النصوص من المحادثة وإصلاح فيروس العمل. وعندك هنا إصلاح خطأ البوت وإصلاح خطأ بوت كرومي وإصلاح خطأ البوت 3 وإصلاح خطأ بوت ال SQL. وعندك هنا إصلاح خطأ البوت الجديد. وعندك هنا إصلاح بوت ترول. عندك هنا طبعا المميزات والإضافات. عندك هنا إعادة توجيه تلقائي، نص متحرك، علامة الإنستا، إرسال رسالة سريعة، تسجيل صوت أثناء المكالمة، عرض الدردشات، الكتابة كتسجيل، يعني أنت تكون بتكتب وبيبان عند الشخص التاني إن هو بيسجل ريكورد. طبعا عندك هنا تحديد أحرف الاسم. عندك هنا طبعا إزالة حد أحرف الحالة. عندك هنا طبعا تفكيك مشاهدة الهستوري. عندك هنا عرض الحالة المزيفة. عندك هنا طبعا زيادة جهة الاتصال المزيفة. عندك هنا طبعا إخفاء علامة المنشن من المجموعات، إخفاء الأرقام الغير محفوظة. عندك هنا طبعا عكس الرسائل لحظر الأرقام. عندك مثلا هنا لو رجعنا خطوة لورا كده ودخلت مثلا على اللي هي مدة الريكورد، طبعا عندك هنا تقدر تفيك الريكورد أي حاجة تفكيك عندك خمس تفكيك، 1 و2 و3 و4 و5. عندك هنا طبعا مدة التصويت تزيد بالساعات. عندك هنا مدة الصوت تقل بالساعات. عندك مثلا هنا عرض الشرائح، طبعا القسم ده أنا معرفتوش أصلا. عندك مثلا لو رجعنا خطوة لورا عندك هنا طبعا المؤثرات. وعندك هنا طبعا الشاشة الرئيسية، البار العلوي والأسطر والأنماط وباقي المميزات تشوفها بنفسك. عندك هنا طبعا إعدادات الوسائط. عندك هنا طبعا إرسال الصورة بوضوح عالي، إرسال الفيديو بوضوح عالي، إرسال صوتيات أكبر من 16 ميجا بايت، إرسال الصور بلا حدود، إرسال المستندات بلا حدود، زيادة حجم الحالة، يعني تقدر تحط حالة لمدة ساعة مش 30 ثانية بس. عندك هنا طبعا عرض الاستوديو. وعندك هنا طبعا النسخ والاحتياطي. وعندك هنا تنظيف المخالفات. وعندك هنا الويدجت والتحديثات وحول التطبيق ومشاركة التطبيق. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى الفيديو يكون عجبك، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وخد آخر رقمين من الباسورد اللي هما يكونوا 30. آخر رقمين من الباسورد يكونوا 30، ولو معرفتش أول رقمين اسمع الفيديو من الأول وأنت هتعرفه. وأشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.